الأخوة الأعزاء الأخوات العزيزات، البحث هنا في الحقيقة في البدء يتطرق إلى ثلاثة أسئلة أساسية، التي هي: أولا، ما المدى الذي سيحققه الذكاء الاصطناعي تقنيا وإنسانيا؟ ثم ما الوجه الحضاري الذي سيرسمه من جهتي النفع والتصنيع؟ والسؤال الأخطر هو: هل سيحل العقل الإلكتروني بمحل العقل البشري فيصير العقل الإنساني عقلا أوتوماتيكيا؟ والحقيقة السؤال الثالث ناتج من ما يسمى أو يشاع بهوس استثمار الذكاء الاصطناعي. وأقصد من هذا أن قضية التهويل في الاستخدام التي ناقشتها الدكتورة نتمنى لها شفاء نادية هناوي، تقول بما معناه يعني الذكاء الصناعي آلة تجميعية بهذا المعنى، يعني ضخمة لها قدرة عالية على إعادة صياغة النصوص. ولذلك تقول هي أن الذكاء الاصطناعي لن يمسه المعنى أو وعي المعنى. الحقيقة هذا الكلام الآن يعتبر كلاما تقليديا الآن، لأن الذكاء الاصطناعي قد شكل تحولا كبيرا، تحولا على مستوى التسجيل التاريخي، على مستوى التغير الحضاري، النمط الحضاري، وعلى مستوى تسويق وترويج الأفكار والسلع. بمعنى آخر أن الذكاء الاصطناعي الآن هو واحدة من الظواهر التي ربما تمثل الثورة الثالثة أو الرابعة في الصناعات الإلكترونية أو الصناعات العامة. على كل حال، هذا الموضوع، يعني هذه الخطورة الكبيرة لهذا المخلوق والكائن الجديد، ماذا سيحتم على الناقد؟ كيف ستكون أدواته وآليات اشتغاله؟ نقول أولا، النصوص بصورة عامة ينظر إليها من زوايا متعددة، إذن يجب أن تتعدد معارف الناقد. مثلا يجب أن تكون لديه أفكار طريفة، تكون لديه قدرة على الفطنة والتنبؤ، أن تكون لديه ثقافة اجتماعية وحياتية. وبعد كل هذا لابد من وجود موهبة أصيلة في عمله. هذا كله يحتاج إلى المعلومة لا يوفرها إلى الذكاء الصناعي أو الاصطناعي العقلي. هنا معنى ذلك أن عقلية الناقد ستتشكل من نسب حسب رأيي 25% للذكاء الاصطناعي، و25% للموهبة، و25% للثقافة، و25% للتجربة اللغوية. ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيكون ضمن محتويات الناقد، لأنه سيوفر له الطريقين. الطريق الأول هو النتائج النمطية التي تساعد على اكتشاف نتائج جديدة للبشر، ثم الجانب الآخر أنه يوفر له معارف ناقصة هو الذي يكملها. الناقد يكمل المعلومة الناقصة لأنها معلومة المبدع وبصمته. في عموم استثمار هذا الجانب، يعني جانب الذكاء الاصطناعي، طبعا كل كلامنا أتحدث فيه عن علاقة النقد بهكذا استثمارات. يؤرشف الذكاء الاصطناعي الآن، يؤرشف لنا لمدة 25 سنة على أقل تقدير، وهذه الأرشفة من المستحيل أن تكون العقلية البشرية قادرة على خزنها، ولا قادرة على استعمالها، ولا قادرة على استثمارها استثمارا بيئيا يخص العمل النقدي أو العمل الأدبي بصورة عامة. إذن على الناقد أن يوجه التفكير الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي نحو ترتيب الجداول، تصنيف المعلومات حتى يختصر الجهد والوقت. عليه أن يستعين به حتى يتجنب الموضوعات المتكررة. الذكاء الاصطناعي وفر له هاي الأرضية، كل الدراسات والمعلومات والآراء السابقة يضعها أمامه، على الناقد أن يتجنب تلك ليختلق أساليبه وتقنياته. ثم أنه آلة إعلامية كبيرة، لأنه من مفردات النت،
تظهر وتعلن عن المنتج النقدي سواء كان في التنظير أو في التطبيق. كما أن المشكلة الأخيرة يعني التي يحلها استثمار الذكاء الاصطناعي هي قضية الترويج. الترويج يصل إلى درجة أنه يتجاوز السوق والشاشات والشوارع والقنوات حتى يصل إلى البيت وإلى جهاز صغير أنت تستخدمه. وبهذه الحالة أصبح يعني ظاهرة شعبية. الذكاء الاصطناعي الآن هو ظاهرة دراسية، ظاهرة نقدية، كذا كذا، نكتب بالرواية، بعد فترة يصير جهاز صغير تستعمله كل الناس مثل ما تستعمل الأطفال باللهو وبالقصص وما شابه. إذن لابد من هناك من فلسفة توجه هذا الكائن الجديد أو هذه الظاهرة الجديدة الإنسانية الحضارية التقنية، ألا وهو أن هناك نوعين من الفلسفات. الفلسفة الأولية تعتني بأنه يعني الذكاء الاصطناعي سيكسر التقنيات المحتكرة عند المؤسسات وعند بعض الدول. جانب الآخر سيغير جغرافية السوق وتاريخية النمط سواء كان للسلع أو الأفكار، كما أنه سيوجه أو يساعد المبدع على أن يكتشف لنفسه بنى ثقافية وفنية وفكرية لنقل مبدعة بحيث تتجاوز كل النمط، تتجاوز الأنماط جميعا التي يشير إليها الذكاء الاصطناعي أو الأفكار السابقة على أفكار المتلقي أو المتحضر الجديد. إذن أشار الأخ الزيدي إلى أنه ستكون معلومات الذكاء الاصطناعي تكون مصدرا وليس بديلا. ولكن الطريفة بالموضوع أن الذكاء الاصطناعي سيوفر لك المؤتلف والمختلف، يعني يوفر لك الآراء التي تريدها والآراء التي لا تريدها، وأنت ستنتج آراء حقلا ثالثا من الآراء. يعني يصبح المعلومة الواحدة فيها 3 استثمارات حقيقية وممتعة: الذكاء الاصطناعي، النمط العام الشائع، ومبتكرات المنتج النقدي. الفلسفة الثانية أنه سيسد الذكاء الاصطناعي، يسد أو للأقل يسهم في تضييق الفجوة بين المتخيل والواقعي. الجانب الآخر أنه يصل إلى رغبات الناس في أدق تفاصيلها وجغرافيتها ومكانها، بحيث يصل إلى مرحلة أن يشرك المواطن في صنع الرواية والقصة والحكاية والفيلم وما شابه ذلك. ثم أن هذا الجانب، يعني جانب فلسفة الذكاء الأولية، أنا أتوقع أنها ستكون وسيلة من وسائل كسر أو تفتيت البنى المعروفة في ثنائيات الدين والفلسفة والمجتمع، يعني يكسر الأيديولوجيات سواء كانت مضرة أو نافعة. هناك موضوع في النقد، يعني هذا الآن الدور الأساسي. ستنحصر أسئلة النقد في سؤال واحد. لاحظوا، ستنحصر أسئلة النقد الكثيرة العامة التي تخص اللغة ستنحصر في سؤال واحد: ما هي السبل التي توصلنا إلى سعادة المعرفة؟ سعادة المعرفة. وهذه أعتقد هي الأصل في جميع الأخلاقيات وفي جميع التقنيات. جانب أكرره دائما أنا أقول أن كل شيء متعة الحصول على المقصود بسعادة المعرفة، يعني لا مصطلح شخصي للأستاذ، مصطلح حضرتك هذا تقصد به مقام على الفضيلة مالت أرسطو. نعم، المعرفة. نعم، مصطلح جديد. نعم. في أدبية الذكاء الاصطناعي أيضا هناك أدبية تخص الأسلوب. يعني الذكاء الاصطناعي يوفر لك لغة عالية
بها موسيقى وبها كذا كذا وكل ما تريده يعني. هذا التوفير بالنتيجة الأخيرة يصير أسلوب عام تقدر تدرسه كأسلوب، يعني مثل ما تدرس أسلوب 10 نقاد وتدرس 11 واحد من عندهم، يصير عندك دراسة جديدة وأسلوبية في تمثل شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي. الثاني الجانب الآخر هو أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يجيب على أو يعطيه طبيعة معينة على الماهيات الإشكالية، مثلا ماهية المابعديات، ماهية نعم أنت أخذت من وقتي، ما لازم أخذ وقت، عفوا. نعم، مثل ماهية المابعديات، ماهية اللانهاية للكون، ماهية القيمة الفكرية الأخيرة للذكاء الاصطناعي البشري، العفو للذكاء البشري. هناك جانب آخر بالأدبيات، من ضمن أدبية الرياضيات وكيف توجه على أساس الرسوم الهندسية، على أساس التكرارات والجداول إلى آخره. هناك تجربة طريفة الحقيقة مارستها أنا والدكتورة عبير يحيى، هي يمكن عراقية بالأصل، تدرس في الإسكندرية. نعم ما أدري، هي تدرس الآن في نعم الآن هي أستاذة في جامعة الإسكندرية بمصر. هذه ناقشت أدبية عفوا نقديا، ناقشت جزء من هذه نقديا يعني جزء من هذه الروايات يعني الروايات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، وصلت إلى خلاصة تقول ممكن أن ننقدها ويجب أن ننقدها، لكن بطريقة واحدة، هي أن نبين التواشج ما بين المنتج الحقيقي الموجه البشر والمنتج الإلكتروني. أنا مارست ذلك في عملية أخرى، يعني قسم يخص تحليل نفسي وقسم آخر يخص الفلسفة. سألت الذكاء الصناعي عن طبيعة اللغة وما شابه ذلك، لكن لنقل بالنهاية راح أعوف الأشياء الأخرى. بالنهاية أكو شيء مهم جدا، بعض الأسئلة لم يجب عليها الذكاء الاصطناعي، ومنها أنه لا يتوصل إلى نبوءات وليس له قدرة على أن يتخذ القرار. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، تقديرنا واحترامنا.